السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهاردة جايلكم بطريقة جميلة جدا جدا للقرص الفرن. ما شاء الله طلعت معايا حاجة كده قطنية كده، حاجة كده ما شاء الله تحفة. طعم ايه وجمال ايه، احسن كمان 100 مرة من اللي بنجيبها من الفرن. طيب، طريقتها سهلة جدا 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 و خفيفة خالص طبعا، على حسب السمنة اللي انتي هتقدري تستخدميها. وممكن زيت بس. الحشوات اللي انتي عايزاها. انا حشيتها بالقرفة والسمسم، قرفة وسكر ووش بالسمسم، وكمان حشيتها كمان شوكولاتة. يلا نبدأ. بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حطيت كوباية لبن. ممكن انت تستغني عن اللبن وتحطي كوبايتين ونص مية، وهتحطي تضيفي 3 معالق لبن بودر. فانا ما عنديش لبن بودر، فحطيت كوبايتين ونص مية. كوباية مية، انا اسفة، ونص، وكوباية لبن. تمام. طبعا الحاجة كده ديت بتكون دافية. حطيت معلقتين خميرة، نص كوباية سكر، معلقتين خميرة، نص كوباية سكر، وتقلبي كويس جدا جدا جدا. سيبيها تخمر بتاع 10 دقايق كده، تتفاعل مع بعض، وغطيها. تمام. الخطوات دي يا جماعة كل حاجة يعني محسوبة. أنا بسيبها شوية، الخميرة تبدأ تتفاعل. بصوا بدأت تعمل كده ايه، كور كده صغننة كده، فتافيت، حاجة كده غريبة. يبقى كده بدأت تتفاعل. انا حطيت كده نص كوباية سمنة، ومعاها معلقة زبدة. سمنة، انا استخدمت سمنة بلدي في الطريقة دي. وحطيت ربع كوباية زيت كريستال. بصوا بقى، ما تتخيلوش الطعم عامل ازاي. الزبدة اصلا بتورق الحاجة، والسمنة البلدي حاجة تحفة جدا جدا في الاكل، وكلنا مستخدمينها وكلنا عارفينها عاملة ازاي. زيت الكريستال ملهوش اي طعم، ملهوش اي زناخة اللي انتوا عارفينها بتاعت الزيت دي، لا خالص. ده زيت ذرة، من النوع اللي هو نظيف. اكيد اكيد هتطلع الحاجة ايه، بروفيشال جميلة. اسفة في ف يعني كل المقاييس هتطلع حاجة ممتازة جدا. انا حطيت ايه كده كمان، حطيت بقى عليهم الدقيق. كيلو دقيق شلت منه شوية، اكيد انتوا شفتوا ان انا شايلة منه ايه، يعني حبة كده صغنطاطين، يعني بتاع قيمة نص كوباية. تمام. وقلبت قلبت قلبت بحيث ان المية تختفي تماما من الدقيق. قعدت اقلب كتير 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 كتير، لحد اما شفت ان نسبة ان العجين بتلزق قوي. فاضطريت ان انا هحط الايه، نص الكوبايه الاخير ده. يبقى احنا نتعود كده. انا هعمل كميه الدقيق كيلو، 2 كيلو، 3 كيلو، ايا كان الكميه، لازم تشيلي حبه كده في ايديكي على جنب، بحيث ان الميه كانت زياده، يبقى انا ايه اكمل بشويه الدقيق، احس ان العجين تبقى مظبوطه. هي مظبوطه الميه على الكميه الدقيق دي، خلاص كده ماشي. ما يبقاش ان انت تضطري ان انت تحطي ميه تاني وزيوت او سمنه او كده، لا. انا سبت المعلقه خلاص، وقلت ايه اما اشوف بايدي ال ال العجين عامل ايه، محتاج ايه. لقيت فعلا ان هو كده محتاج شويه الدقيق الاخر اللي انا سبتهم على جنب. يبقى انا حطيت على كميه الدقيق دي قد ايه، على حسب الدقيق يا جماعه، على حسب الدقيق. في دقيق بيحتاج سوائل كتير، وفي دقيق ما بيحتاجش كتير. يعني انا في الدقيق ده ما اخدش مني غير كوبايتين ونص بالظبط من السوائل، كوبايه لبن وكوبايه ونص ميه، كل ده دافي علشان الخميره تتفاعل. بس بدأت ألفها كويس جدا جدا جدا. أنا في اللحظة دي وقفت الكاميرا سنة. أنا حطيت ملح أهو، رشة ملح إني نسيت إيه أحطها. وقفت الكاميرا بس ما حطيتش أي زوايد، هي زي المقادير اللي أنا وريتها لكم بالظبط. ما زودتش حاجة. كل ما هنالك إن أنا لفيت العجينة كويس جدا 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 معايا. ودهنت السطح بتاع الطبق اللي انا كنت حاطه فيها دوت بزيت، بحيث ان هي ايه، لما ترتفع ما تلزقش، تبقى سلسة معايا، وان انا اقدر ايه اقطع منها بسهولة. تمام.
انا ما زودتش حاجه المره التانية لما وقفت الفيديو كده، انا ما زودتش حاجه، انا لفيت العجين كله مع بعضه وعجنته كويس. تمام. زي ما وريتكم كده العجين ما شاء الله، يعني مش، بصوا مفيش كلام عليه. دهنت كده السطح اهو بتاع الطبق بشويه زيت كريستال، وحطيتها، وغطيت الوش كمان بشويه زيت برضو كده بسيط مش كتير عشان الزيت بينشف برضو العجين. غطيتها كده بشويه زيت، ورحت ايه مغطياها وسايباها قيمه ساعه، ساعة الا ربع ساعة في الحدود دي. وبعدين بدأت ان انا ايه احمص بقى ايه الوش، ان احنا هنحط عليها سمسم. فجبت، كنت عندي سمسم ني، رحت حمصته على النار. تمام. ما تزوديش بس في التحميصة بحيث ان ايه لما تحطيه تحت الشواية ما يتحرقش. بدأت احمصه اهو، ما شاء الله اتحمص على طول زي ما انتوا شايفين الدخنة بتاعته ديت، فانتي تشيليها على طول من على النار عشان ما يتحرقش. تمام. جيت هنا في طبق، خدت قيمة نص أو ربع كوباية عسل، ربع كوباية عسل أسود، وحطيت عليها نص كوباية مية، ودوبتهم كلهم مع بعض كده بحيث ان ايه يبقى صوص العسل الأسود ده هيبقى للوش بتاع العجينة. جبت العجينة بقى، أنا كنت حطيتها بقى في الفرن، فرحت حطيتها في كيس بحيث ان هي ايه آه يعني الخميرة تتفاعل بسرعة. كيس طبعا يكون نظيف جدا. تمام. ما شاء الله نفخت معايا، هي خدت من ساعة الا ربع بالظبط. بصوا ما شاء الله. رحت لفاها تاني، ماشي، وبدأت ان انا ايه اخد منها قطعة قطعة واقطع منها واستخدم. بصوا الصينية ديت صينية الفرن لو تعرفوها، انا قلت ايه اعمل فيها على طول الكيلو، ما شاء الله هي بتاخد الكيلو على طول معايا. دهنتها بشوية زيت بسيطة كده الصينية، وبدأت أقطع ايه قطعة من العجين، وأقرصه كده، وأرفع الطرف، يعني أبطط الطرف أخليه رفيع شوية، وأخلي أخلي الوسط هو الايه السميك شوية. يعني أنا بصوا لما بدوس على الأطراف، و أبططه وأخلي اللي في النص هو اللي يكون سميك. وبدأت ان انا احط ايه ده بالظبط معلقة كبيرة فانيليا، وتلاتة، انا اسفة معلقتين معلقة كبيرة قرفة، وتلات معالق سكر كبار، وعلى حسب الكمية اللي انت طبعا هتعمليها بتزودي. بس اديني لفيت الكورة، حطيت فيها معلقة السكر بالقرفة، واروح حاطة مغطساها في صوص العسل، واروح حاطة عليه تحت في اللمسم بالظبط كده، وابططها. طبعا معلش التصوير مش ظاهر قوي، بس ايه يظهر بعد كده. وهكذا بقى قطعي على قد كور صغنطوطة كده اهوت، كوريها كويس جدا جدا جدا، وفرديها بحيث ان الاطراف تكون رفيعة، واللي هو اللي في النص هو سميك شوية. وبعدين تحط فيها معلقة من القرفة والسكر اللي احنا عاملينه، وتقفليها تاني زي الوردة كده ما بتقفل، زي ما اهو بالظبط كده. عارف هقفلها اهو. سهلة والله يا بنات، والله العظيم يعني حاجة كده عسل، يعني سكر كده جميلة. وانا بصراحة انا ولادي هنا بيحبوا قوي القرص دي مع كوباية اللبن الصبح، كده فطار زي الفل قوي. خصوصا ابني الصغنطوط ده عايز على طول قرصة وكوباية اللبن. ف الحاجة دي جميلة قوي في البيت، سلسة قوي، ان انا مثلا مستعجلة عايزة انزل السوق احط قرصة على طول اكلها مع كوباية اللبن. في العشاء خد قرصة كده مع برضو كوباية شاي. جميلة بصراحة، حاجة في البيت عرفتي تعمليها، مش هتقطعيها من البيت اكيد، وهتوفر على نفسك كتير. الواحدة من دي يا بنات بره ب3 جنيه، القرصة من دي ب3 جنيه. طب ما انا اوفر على نفسي واعملها هنا في بيتي بجنيه بس. اديني زي ما شفتوا كده، عملت اهوت. تاني بمسك كرة وببططها، ارفع الاطراف، واحط معلقة القرفة بالسكر، واروح حاطة احطها في النص، والمها زي ما بلم الوردة كده ما بتتلم. اقفل عليها. وممكن تحشيها بقى جبنة، ممكن تحشيها آه،
شوكولاته، الحشوات اللي انت عايزاها، وممكن كمان عجوه، المره الجايه ان شاء الله هحشيها عجوه. اللي انت عايزاه. طيب لو انا مش عايزه احط السمسم، ممكن انت تحطي بعد ما بتحطي السكر والقرفه بتبططيها في الصينيه، وبفرشه بتدهني الوش بتاعها بالصوص العسل بفرشه. تمام. لو وصلتي بقى للنقطة ديت، ما تنسناش بقى بالدعم والشير بالله عليكم، يعني انا نفسي كده يعني اوصل 1000 مشترك بقى كده، وعدد المشاهدات ما شاء الله يعني امل. ان شاء الله هنوصل باذن الرحمن، لكل مجتهد نصيب يعني. ان شاء الله متفائلة خير باذن الرحمن. نرجع بقى تاني. انتي كده بعد ما بتخلصي كل الكمية اللي عندك، بتغطيها وبتسيبيها ترتاح نص ساعة عشان تخمر تاني. تمام. وبترجعي تشغلي الفرن قبل ما تحطيها، بيكون الفرن على 180 درجة على حسب فرنك. المهم تكون درجة الحرارة عالية حسب فرن كل حد، اي حد يعني الفرن بتاعه مظبوط، يبقى درجة الحرارة 200. فرنك حامي قوي 180. فرنك يعني متوسط كده هادي مع نفسه، لا خلي درجة الحرارة 200 200 وي كمان. تمام. وطبعا كل شوية بتبص عليها، يعني هي ما بتكملش ربع ساعة في الفرن، ربع ساعة. وبعد كده بتشغلي الشواية عليها. انا اشتغلت الشواية عليها وفي حاجات طارت مني في الشواية، كان غصب عني. بس كده وطلعتهم بقى. طبعا اول ما بيطلعوا بتديها رشة من المية، بخبخة كده بالمية، نسيت ان انا اصورها والله غصب عني، معلش. و طلعيها بقى من الصينية وتحطيها في الطبق زي كده، وبألف هنا وصحة. وفكروا كده معانا في التعليقات كده تعليق حلو، وقولوا لي اعمل الفيديو الجاي ايه. اعمل لكم فطير ان شاء الله تاني باذن الرحمن. ونشوفكم في فيديو جديد، يا رب اكون ضيفة خفيفة عليكم واستفدتوا مني. انا عايزه ابقى اقول لكم في حته السمنه. السمنه يا جماعه اي نوع، انت ممكن تخليها بس كوبايه، كوبايه الا ربع زيت، ممكن تخليها كوبايه الا ربع زيت على سمنه، اللي انت عاوزاه المتوفر عندك. وبألف هنا وصحه عليكم، وسلام.